السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مع وصفات أم السعد، واللي جبت لكم فيها هذه الحلوة، حلوة العيد. إن شاء الله يا ربي تعيدوا بالصحة والهنا، وكل عام وانتم بخير. كما راكم تشوفوا هذه الحلوة يعني خفيفة هايلة، وبالكريمة يعني كريمة هايلة بالبزاف. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. وبلا ما نطول عليكم هيا معايا باش نحضروا هذا الحلوى. بالنسبة للعجينة عندي هنايا 200 غرام تاع الزبدة، زدت عليهم 4 مغارف تاع السكر، عندي هنايا حبة بيض، فانيليا، نص مغرف تاع فانيليا، ورشة ملح، ونخلط بالباتوغ، يعني راح نخلط هذاك السكر مع الزبدة مليح. هكذا راح نذوب هذيك الزبدة مليح. تحبوا ديروا يعني تخلطوا بالباتوغ ولا بالفوي كما تحبوا. هكذا هنايا راح نزيد النشا، مايزينا، 3 مغارف تاع نشا، ونزيد الفرينة، ونص مغرف صغيرة نتاع الخميرة، ونعجن. نزيد الفرينة غير بشوية حتى يتعجن لي الكاطو تاعي. هكذا راح نزيد غير بشوية. هنا العجينة نتاعي راهي تعجنت كما راكم تشوفوا. خليوها كعجينة طرية، راح نغطي عليها ونبدا نخدم غير بشويه. هنا عندي هذا ليمون، انا عندي هذا ليمون كما راكم تشوفوا. نتوما ديروها في اي يعني ليمون اللي عندكم ولا اللي تحبوا تخدموا بهم. انا راح نعمر كما راكم تشوفوا، ناخذ غير شويه ونحي الاطراف هكذا. هكذا وراح نكمل معها كامل. بعد ما كملتهم راح نثقبهم، يعني نثقبهم باش ما يطلعوليش من الوسط. نثقبوهم كامل ونحطهم في الفوق. بعد ما سخنته نحطهم على 180 درجة كما راكم تشوفوا، يتنحاو يعني بالخف. كامل هذا هو الجاتو تاعي. بعد ما كملته كامل راح نديرو هكذا بالصفاية الأطراف، يعني حاولوا تعدلوا الأطراف باش يتغلقوا معنا بكل سهولة. هكذا كما راكم تشوفوا. ونروحوا للكريمة. عندي هنايا 150 غرام تاع زبدة، 4 مغارف سكر، و3 مغارف تاع بودرة الشونتيي، وعندي هنا 4 مغارف شوكولا يعني ذايبة وباردة. هكذا راح نحط الزبدة تاعي، نزيد عليها السكر ونخلط، يعني نطلعها مليح بالباتوغ. هكذا هنايا راح نزيد شوكولا، 4 مغارف تاع شوكولا كنت ذوبتها وخليتها بردت باش ما تهبطليش هذيك الزبدة. ونزيد نخلط مليح.
وفي الأخير نزيد بودرة الشونتيي اللي قلت لكم ثلث مغارف. راح نزيد نخلطها مليح. هنايا راح نهبط الكريمة تاعي، نزيد نخلطها. هنا عندي هذا الكابريز، يعني كابريز بذوق الكراميل. نتوما ديروا يعني لا تحبوا بذوق شوكولا ولا الكراميل كيما تحبوا. وراح نعمر الحلوى تاعي بهذيك الكريمة بعد ما وضعتها في كيس حلواني كيما راكم تشوفوا. نزيد عليها هذاك الكابريز في الوسط هكذا، ونروح معاها كامل نعمر هذيك الحلوى تاعي بالكريمة والكابريز. هكذا حتى نكملهم كامل ونغلق يعني الحلوى تاعنا. غير روحوا معها غير بالعقل برك باش ما تكسر لكمش. هكذا يعني حتى نروح معاها حتى نكمل كامل الحلوى نتاعي. هنا عندي شوكولا اللي كنت ذوبتها على حمام مائي. هكذا كما راكم تشوفوا حتى كملت الحبات تاعي الحلوة كامل، يعني درتهم في الشوكولا. راح هنايا عندي لاغناش، عندي هنايا 200 غرام تاع شوكولا. انا درت شوكولا بني، نتوما اذا تحبوا شوكولا سوداء. حطيتها داخل الكريمة السائلة، عندي 180 غرام تاع الكريمة السائلة. حطيتها يعني سخنت حتى درجة الغليان، ونحط فيها هذيك الشوكولا حتى تذوب. يعني انا هنا درت برك القناش، يعني درت كمية كبيرة على خاطر انا ضاعفت الحلوة تاعي. يعني درت اكثر من 200 غرام زبدة تاع الحلوة. هنا بعد ما ذابت لي هذيك الشوكولا راح نحط عليها مغرف صغيرة تاع الزبدة ونحرك مليح. كما راكم تشوفوا هنا ذابت، راح نحطها في الصحن. عفوا، حطيتها داخل الصحن ونغطي عليها بالبابي سوليفان. يعني نخليه يتلامس هذيك الشوكولا تاعي باش ما ديرليش هذيك القشرة. ونحطها داخل الفريجيدار يعني مدة 4 سوايع، ومن بعد راح نخدموا بها. وهاي ديك القناش بعد ما حطيتها في الفريجيدار مدة 4 سوايع كما قلت لكم. هنايا راح نزينوا بها الحلوى تاعي. كما قلت لكم يعني إلا درتوا يعني 200 غرام زبدة تاع الكاطو، يعني نقصوا من القناش. يعني كمية القناش اللي درتها انايا كبيرة، يعني راح تكفي بزيادة. وهنا راح نروح مع كامل هذه الحبات نزينهم كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعنا. راح نزينها بالورق الذهبي كما راكم تشوفوا. وهذه هي. أتمنى الفيديو عجبكم والحلوى عجبتكم. نقولكم يعطيكم الصحة على المتابعة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو واحد آخر. سلام.